بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. من الأمثال السائرة أن القلوب تسبق الأبدان. احنا نقول بدرجة وين يسبق القلب الرجلين يمشيو، لأنه القرار ماهوش قرار أين القلب هو الصح. الآن هؤلاء الحضور الكرام قلوبكم سبقت أبدانكم إلى هذا المسجد العامر. نحن أيضا نحبكم في الله تعالى، نسأل الله أن يحفظكم وأن يجعلكم جميعا من أعلام الهدى. هذا المسجد المبارك العامر نسأل الله أن يكون هذا المسجد عامرا دائما مؤديا لرسالته، لأن المسجد كما تعلمون من باب التذكير رسالته متعددة الأبعاد. رسالة تعبدية، نعبد ربي في الجامع وفي كل مكان، والحديث تعرفوه: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الحمد لله يا ربي، هذه نعمة من نعم الإسلام. الإنسان وين يكون يعبد ربي، ولكن الجامع يجمعنا لتحقيق هذه الرسالة الإيمانية التعبدية. الإيمان يزيد، أو ربي قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ربي يخاطب المؤمنين يقول لهم: يا المؤمنين آمنوا. معناتها لازم تحرصون على تحقيق أسباب زيادة الإيمان. أي عمل يزيد في الإيمان ديروه، أي عمل، هذا هو المقصود. الإيمان يزداد وينقص. بعد أيام قليلة نستقبل شهر رمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان. أكيد منسوب الإيمان يطلع، وهذا نعرفه كامل. منسوب الإيمان يطلع، التراويح وتلاوة القرآن وبسم الله ما شاء الله. حتى العمل الخيري، العمل الاجتماعي التضامني في رمضان يكثر يحضر. وهذا هو الإنسان. الإنسان عنده نفحات، عنده أوقات لا بد أن يحسن استثمارها. فالمسجد إذن يحقق هذا المبتغى، هذا الدور التعبدي، هذا البعد التعبدي الإيماني. البعد الثاني هو البعد التربوي. كلنا في حاجة إلى التربية التي ترافقنا، إلى القيم التربوية التي تحضر معنا ونحضر معها ما حيينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية أخرى للبخاري في الأدب المفرد: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إذن البعد التربوي يحققه الجامع من خلال رواده، من خلال المؤمنين الذين يعمرون مساجد الله. البعد الثالث هو البعد الإصلاحي الاجتماعي. نحن أيضا الجامع له علاقة بالمجتمع، نربط بينهما. جامع مجتمع، جامع مجتمع. الجامع يسهم كثيرا في تأطير المجتمع. بمعنى، علاش الحمد لله من مظاهر الصحة في مجتمعنا وجود هذه الجوامع، هذه المساجد المبثوثة في
إقليم الجزائر شرقا غربا شمالا جنوبا وسطا الجوامع. إذن الجامع عنده دور كبير في خدمة المجتمع وفي تأطير المجتمع. هذا بعد مهم. وكي نقول البعد الاجتماعي فيه بعض المسائل الفرعية متعلقة بالجانب الخيري، بالجانب الإصلاحي. لا سمح الله إذا حصل أي نزاع بين الناس يلجؤون إلى الجامع، إلى الإمام، والإمام مقامه سامق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، كما يؤمون في الصلاة وهي عماد الدين، أيضا يؤمنا في هذا المجال المهم الحيوي وهو المجال الإصلاحي. البعد التعليمي هذا بعد من أبعاد الجامع. لابد أن يعمل الجامع باستمرار على تحقيق البعد التعليمي العلمي. جوامعنا، مساجدنا في تاريخنا المشرق دائما حاضرة. تدريس العلوم، تدريس المتون، تعليم القرآن، تعليم علوم القرآن. نرجو أن يعود هذا الدور إلى مساجدنا عاجلا. لا ننكر وجود جوامع تؤدي هذا البعد وتعمل على تحقيقه باستمرار، ولكن نرجو المزيد، نرجو المزيد، لأن خدمة العلم شرف. كي نقراو في التاريخ نتاعنا يقول لك في الجامع الفلاني شرحوا متن ابن عاشر، متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وفي الجامع الفلاني شرح الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك، وفي الجامع الفلاني تم شرح المختصر الفقهي اللي نسميه سيدي خليل، سيدي خليل المختصر الفقهي للشيخ خليل، وسائر العلوم. والآن الله يبارك العلوم تطورت، لا مانع حتى من استضافة الله يبارك رجال العلم في جميع المجالات. على سبيل التمثيل ربي قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. من وسائل زيادة الإيمان ومن أسباب تمتينه النظر في كتاب الله المفتوح. ننظر في كتاب الله المنشور، في كتابي الله عز وجل. كان كتاب المسطور وكان الكتاب المنشور، كان الكتاب المقروء اللي هو القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، سورة الإسراء الآية 9. أيضا كتاب الله المفتوح نقرأ في سورة ياسين الآية 36: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. آية تحرك فينا هذا الشغف للتدبر والتأمل والنظر. سبحان الذي خلق الأزواج كلها في عالم البشر، في عالم الحيوان، في عالم النبات، في جميع العوالم، ما نعلم وما لا نعلم. والآية 36 من سورة ياسين تساوي الآية 49 من سورة الذاريات: ومن كل شيء خلقنا زوجين، إشارة إلى انبثاث الزوجية في هذا الكون الفسيح. ونقرأ في سورة فصلت كما قلنا في الآية 53: سنريهم آياتنا في الآفاق، l'univers الآفاق. هذا يحتاج إلى نظر لعلماء الفلك لقراء الأسترونومي، علم الفلك. ولكن أكيد أن هؤلاء العلماء أهل الاختصاص
يملكون من الإمكانات والأدوات ما يحقق المقاصد والغايات، ولكن كلنا مطلوب ومطالب بتحقيق هذه العبادة، هذا النظر، هذا التأمل. قل سيروا في الأرض فانظروا. إذن النظر والتدبر والتأمل. وردت هذه الألفاظ في القرآن الكريم في أكثر من 1000 موضع اللي رب سبحانه يرشدنا إلى التأمل والنظر. ونقرأ في سورة الذاريات في الآية 7: والسماء ذات الحبك، وفي الآية رقم 20: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي الآية 21: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الآية 22: وفي السماء رزقكم وما توعدون. تأتي هذه الآيات تترى إلى أن تأتي الآية رقم 50 من السورة نفسها، ليقول ربنا عز وجل: ففروا إلى الله. كان الإنسان كي يدخل في هذا الجو الإيماني، جو التأمل والتدبر والنظر، يشعر بخوف شديد وبحاجة إلى الفرار. ولكن أين يفر هذا الإنسان؟ ربنا في الآية 50 يقول لنا: ففروا إلى الله. ثم في الآية 55 ربنا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما كاينش منا اللي ما يحتاج إلى التذكير. واذكر ربك إذا نسيت. كلنا معرض للنسيان، ولكن ربنا يقول: واذكر ربك إذا نسيت. الآية 55 ربي قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم تأتي الآية 56 لتقرر وتبين سر الوجود. ربنا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية يعني أزالت الحيرة التي يعاني منها الإنسان منذ بدء الخليقة. الإنسان كان يعيش في حيرة، في تيه، في ضياع. هذه الحالة عبر عنها الشاعر المعروف شاعر المهجر إيليا أبو ماضي بقوله: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود، هل أنا حر طليق أم أسير في قيود، هل أنا قائد النفس في حياتي أم مقود، لست أدري. إلى أن يقول: ولماذا لست أدري؟ أجاب قائلا: لست أدري. فتأتي هذه الآية لترفع عنا الإشكال وتزيل عنا الحيرة وتأخذ بأيدينا إلى طريق الحق والرشاد والصواب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربي يحفظكم ويستركم وينصركم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله وقدر.